على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ولدي اللي تنشكرك، كنشكرك على الترحاب الكبير، كنشكرك على الكلمات الطيبة، وكنشكر السي حميد والسي أودبين والحاج اللي عطاوني الفرصة نجي لواحد المنطقة كنعرف بزاف د الحوايج في الجهات ديال سوس، ولكن هذا التلميذ أول مرة كنحط فيها رجلي، فسعيد. أثار انتباهي جوج أو ثلاثة أو أربعة جهات. أولا التشابه ديالها مع كل المناطق الجبلية ديال المغرب من عادات، مشينا نتغداو نفس العادات اللي كاينة في كل المناطق الجبلية بما فيها المنطقة اللي جاي منها أنا، اللي أنا رجل بدوي وكذلك جاي من البادية، فنفس العادات في الأكل ونفس العادات في الاستقبال ونفس العادات في كل شيء 100%. أكيد كنتقاسموا المغاربة مجموعة ديال الحوايج، وحنا شعب واحد، الثروة ديالنا هي التعدد ديال الثقافات ديالنا، ولكن ما يجمعنا كبير 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 جدا. ثانيا، المسألة الأخرى التي أسعدت بها المكانة ديال القيم عندي فيها مكانة كبيرة في التربية ديالي وفي السيرورة ديالي. دائما هذه المنطقة كنسمع عليها بأنه زمان وزمان هي اللي كانت استمرارية ديال الأمن الروحي ديالنا، فهذه بلاد القرآن وبلاد العلماء وبلاد هاد البليتات الله يرضي عليهم ديال المدارس العتيقة، وكذلك هذاك الوليد الله يرضي عليه بالصوت الجميل ديالو، لاحظوا راه ما كانش كيقرا، حفظ أراحني وأعطتني ثقة كبيرة. عندك شي حنا في حزب الأصالة والمعاصرة عندنا جوج ديال الرجلين، عندنا معاصرة، ولكن المعاصرة غادي تسطب على كل شيء، ما محتاجة المعاصرة ولات عندنا في ديورنا، في جيوبنا، في لباسنا، في حياتنا اليومية، ولكن العمق الأساسي اللي خصنا نتمسكوا به هو الأصالة، لأنه ما كاينش شي حضارة اللي مشات بعيد أو تبوأت مكانة كبيرة في التاريخ ديالها إلا ما كانش متمسكة بالهوية ديالها، متمسكة بالثوابت ديالها. وحنا الثوابت ديالنا الحمد لله اللي جمعنا في المغرب كله هي الله اللي هذه المنطقة كتجسد في كلامها وفي نظرتها وفي تربيتها وفي تاريخها، والوطن اللي كيجمعنا كاملين، والملك الله ينصرو، الأسرة العلوية الشريفة اللي هي السمة ديالنا، اللحمة ديالنا اللي مجموعين عليها ومجموعين على ثلاثة ديال الثوابت. هضرتي على عين وزور، راه سمعتك شويه من الجبل، كان الصعيد يخرجوا زور شويه، ولكن ديال كاين الشباب من القصر شويه ما يخرجوا عين الزور بزاف. انا بغيت نقول جوج ديال الكلمات بالنسبه للشباب، واخص بالذكر الطلبه، لانه اكيد غيكونوا بناتي وابنائي طلبه هنا موجودين. فخور بكم وفخور بالتعامل ديالكم، وانا متاكد واكيد بانه كنتم هما الضامن او الصوت اللي كيتكلم باسم الشباب عبر المعمور في الارض كلها. فالمجهود ديالنا حنا كقطاع ديال التعليم هذه كنديرو، ولكن كما قال الاخ حميد وهبي كيخص دائما شويه ديال الوقت، والطلبه كيعرفوا هذا الشيء مزيان. فالدور والنشاط ديالكم اللي انا كذلك كنقولها دائما، لانه ملي كان هذا الشيء ديال هاد الاحتجاجات
الخرجات او هاد اللي وقعات مؤخرا، انا في الحقيقه كنت مطمئن ولم تماما زعما ما كانش فيها، بالعكس خديتها بطريقه جد ايجابيه، لانه الحظ ديالي انه المسيره ديالي اسست هذه قبل ان اكون وزيرا او رئيسا او عميدا وما الى ذلك، فكنت قريبا من طلبتي، وكنعرف بانه الشباب الطلبه بالخصوص بالعكس كنت كنتقلق وملي كنت مسؤول كرئيس الجامعه ديال الهدوء في الكونيترا، كنت ملي كنسمع الهدوء بزاف ما كيعجبنيش الحال، نقول علاش الطلبه ما كيغوتوش، خاصهم يغوتوا شويه، ما بقيناش كنسمعوه، لانه الا ما حدش واحد في 18 عام في 19 عام في 20 عام ما دارش السياسه، لان ما تنجيوش الجامعه فقط غير باش نتعلموا العلم الصافي او نتلقنوه، ولكن كنجيو كذلك باش ننميو الطاقات ديالنا، نفتحوا ونتعلموا بزاف د الحوايج. السياسه عمل نبيل، حنا عايشين في بلد ديمقراطي موثق، احتجاج او مطالبه بالعكس مساله جد ايجابيه. فلهذا باش نحكي مع الطلبه ديالي داكشي اللي كديروا عندنا في الجامعات ديروه السي حميد هنا باش يعرفوا يحركوا. ما غاديش نطول اكثر، ما نبغيش نهضر لانه اقرب المدينه اللي كاينه اللي تابعه لها تلميذيه تاودات عندها واحد الانتباه خاص. هضرت مع السيده النائبه المحترمه، هضرت مع السيد نائب العميد ملي كنا كنتغداو، يكون خير ان شاء الله، يكون خير قريب بالنسبه ديال تاودات، غادي ان شاء الله باذن الله نزيدوا فيها واحد جوج ديال المؤسسات باش نقربوا ما اكثر ما كانش نديروها في التلميذ وانت عندك شي بلوطه تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. غادي نقربوا واحد جوج ديال المؤسسات ان شاء الله في القريب العاجل، غادي نحطوا مسابقه في الجريده الرسميه في المسطره ديال المسابقه باش نكبروا العرض الجامعي بالنسبه للبنات والابناء ديال هذه المنطقه العزيزه. ان شاء الله كما قال السي حميد المغرب غادي لقدام مزيان. بالنسبه ديال النمو ديالو ضربات في جوج او في ثلاثه في اربعه، عندما جاء سيدنا الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ولكن كاين عندنا فوارق اجتماعيه، كاين عندنا فوارق مجاليه، وهو اللي اتى الانتباه اليها منذ زمان. كيقول لك ودي لابد الثروه وهذا النمو المتسارع اللي عندنا لابد ينعكس على كل المواطنين بدون استثناء، وما تبقاش فئه قليله هي اللي مستحوذه او هي اللي كتستفيد من هذه الثروات. اخر خطاب ديال العرش مره اخرى رجع للعداله المجاليه، وفي الافتتاح ديال البرلمان ديال هذه السنه كرر مرات ومرات انه يجب الانتباه باش يكون عندنا تضامن اجتماعي وباش تكون عندنا عداله مجاليه، وعطى واحد الاهميه خاصه لفئات العشاء، وعطى واحد الاهميه خاصه للمناطق الجبليه والمناطق القرويه والمناطق الساحليه. مره اخرى سعيد بلقائي معكم وبمجيئي مع السيد الكاتب الوطني ديال الشبيبه ديالنا ديال الاصاله والمعاصره، وهذا البلد هذه المنطقه مبروكه، غتشوف غير الخير. انت غتمشي بعيد لان اول خرجه جيتي تبرك سيد